بخير. انا مش قايل لك ان في حاجه غلط. انا عارف، وكل عارفيننا في الموضوع، عارفيننا، بس يسيبوا موضوع يحجزوا على النادي كل يوم يطلعوا، عارفيننا واجعين دماغنا عشان فلوس النادي، والزمالك بيخسر عشان ممدوح عباس حاجز على النادي، والزمالك عشان قايل لك. اخيرا الكابتن الاسطوري لنادي الزمالك طلع واتكلم بعد ما فاضل كيل وقرفوا وزهقوا. مش هو بس، ده لسان حال لاعيبه نادي الزمالك، ومش انا اللي بقول، هو اللي بيقول. بيان ناري من شيكابالا، او بوست نزل على صفحه شيكابالا من شيكابالا نفسه، طالع يقول كلام خطير جدا ومهم جدا، وكشف نصايب بلاوي، كشف كذبه القرن، كشف الحجه اللي كانوا ماسكينها لنا هزاز الرؤوس، القنيه اللي واجعين دماغنا بيها، اللي كانوا بيطلعوا كل يوم على نفس المنوال ويهاجموا ممدوح عباس على انه حاجز على نادي الزمالك. انا هقول لكم بيان شيكابالا، او هوريكم البوست بتاع شيكابالا وهنقراه مع بعض لحضراتكم عشان تعرفوا وتشوفوا. وكمان لسه كمان يعني شيكابالا موعد الناس في الاعلان بتاعه ان الجديد جاي والحديث بقيه. تعالوا نقرا كده بيان شيكابالا اللي بيخاطب فيه جماهير نادي الزمالك، بيخاطب خاص فيه جماهير نادي الزمالك. شيكابالا بيقول في بيانه او في البوست اللي نزله، بيقول: الى جماهير نادي الزمالك العظيمه، اتحدث اليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكره بالنادي، وواحد اكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن اتحدث باعتباري واحد ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم ولمدة اكثر من ربع قرن. تشرفت بان ادافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب علي الرد على بعض النقاط، وهذا ليس كل شيء. اسمعوا بقى شيكابالا قال ايه. مفاجأة يا جماعة، مفاجأة. الرئيس النادي السابق ده اللي هو مرتضى منصور يسألني: لماذا لا تتدخل معه في رفع الحجز عن نادي الزمالك؟ يعني انت ليه مش عايز تتكلم مع ممدوح عباس ان هو يحجز، ان هو يشيل الحجز عن نادي الزمالك؟ أنا هنا لن أذيع سرا، فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرفت بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز. يعني فعلا سمع كلام المستشار مرتضى منصور وراح يتكلم مع المهندس ممدوح عباس عشان يشيل الحجز عن نادي الزمالك والدنيا تمشي. يعني تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي، وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى. والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي، والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منها التواصل معه لحل الأزمة. دي كذبة